السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم المهندس عبد الرحمن بكر من شركة ايفن ديزاين. النهارده بفضل الله ربنا كرمنا واستلام وحدة جديدة بالظبط في المعادي، في زهراء المعادي. طبعا الحمد لله زي ما انتم شايفين احنا برضو نفس الكلام، بنبتدي ان احنا نشغل اكتر من بند في نفس الوقت عشان نكسب وقت. تمام. اعمال الكهرباء على وشك الانتهاء. طبعا احنا بنشون الراتش بتاعنا في جنب كده لحد ما يجي الونش بتاع السيراميك يشيل الراتش معاه. تمام. مره واحده ويطلع خامات السيراميك معانا. تمام. طبعا احنا عندنا هنا الشقه هنا فيها قطعتين ريسبشن. دي قطعه يعتبر مستطيله كده من اول الباب لنهايه الشباك بتاع الشباك الريسبشن. طبعا احنا لو دخلنا هنا كده عندنا في قطعه ثانيه، القطعه الثانيه دي احنا قسمناها مطبخ مفتوح. هنا عندنا في هنا كده في المكان ده يعتبر في مطبخ في المكان ده، وبار بتاع موجود هنا، والمدخل بتاعه من هنا. تمام. ويعتبر هنا عندنا هنا زي الركنه بتاعتنا. تمام. بالشاشه بتاعتنا اللي احنا شرحناها اكتر من مره. تمام. في المنطقه دي في بلكونه هنا على الريسبشن. تمام. ويبقى عندنا القطعه الثانيه لو احنا دخلنا القطعه الاولانيه قصدي، عندنا هنا في زي صالون في المنطقه دي. تمام. بدون تاسيس شاشه، في صالون هنا في المنطقه دي كده. تمام. وعندنا هنا السفره موجوده هنا مع اباليك موجوده في المنطقه دي. تمام. ديكور موجود في المنطقه دي، في هنا اباليك وديكور هنا في المنطقه دي. وعندنا برضو هنا في تجاريد على الحيطه هنا. تمام. في نقطه مهمه هنا عملناها، خلينا فصلنا لوحه الداتا بعيد عن لوحه الكهرباء عشان لوحه الداتا عشان لوحه الداتا فيها دخلات فايبرز جايه من العماره، وبالتالي احنا احترمنا الدش المركزي اللي موجود والدخلات اللي موجوده وحطيناها بعيده عن الدخله الرئيسيه بتاعه الكهرباء. طيب ننتقل بقى للقطعه الثانيه زي ما قلنا وشرحناها دلوقتي ان فيها مطبخ وفيها قاعده. تمام. وبعد كده ندخل على طرقه التوزيع. تمام. طرقه التوزيع دلوقتي عندنا هنا تمام بتتقسم ل غرفه اطفال. تمام. وعندنا هنا في غرفه ثانيه. تمام. برضه في هنا غرفه ثانيه، وعندنا يعتبر اخر غرفه اللي هي الغرفه الثالثه. تمام. دي غرفه ماستر زي ما انتم شايفين كده. تمام. وعندنا هنا غرفه الماستر كبيره جدا وكويسه جدا، وبالتالي احنا قسمنا ان احنا خلينا السرير في الوش. تمام. وفي هنا طبعا كومود يمين وكومود شمال، وعندنا الحمام بتاع الماستر. تمام. حمام الماستر ده احنا رحلناه 40 سم عشان نبتدي ان احنا نعرف نوزع جوه الحمام، وهندخل نشرح في الحمام دلوقتي. فاحنا عندنا هنا السريرين، وعندنا هنا الحمام، وعندنا هنا الشاشه، وعملنا هنا كرسيين بالظبط كده. في كرسيين بيتوجهوا على الشاشه بالشكل ده، وعندنا في هنا بالظبط هنا كده الدولاب بتاعنا، وعاملين مخرج ورا الدولاب، مخرج اللي ورا الدولاب ده عشان اناره الدولاب. تمام. يبقى احنا عندنا طبعا يعتبر لو شرحنا تاسيس كهرباء غرفه من غرف في الشغل بتاعنا، عندنا 3 مفاتيح، 3 علب، في علبتين مفتاح وعلبه تكييف، وفي عندنا كشاف طوارئ فوق، وعندنا باريزه ختمه تحت. لو انتقلنا برايز الشاشه، طبعا احنا حطينا 2 باور و2 عندنا تيار خفيف، والكابل الاتش دي الماسوره بتاعته بتبقى 23 من 23 ل 29. تمام. عندنا هنا طبعا المكان ده هيبقى ارفف جوه الحمام خوارنات، وزي ما احنا قلنا قبل كده ونزلنا فيديو شرح خوارنات قبل كده ان احنا بنعمل هنا سلك شبك كده. تمام. سلك الشبك ده بنمسمره. تمام. ونلبشه ونمحره. تمام. طبعا لو احنا كملنا عندنا هنا في مرايه الكهرباء بتاعتها بتطلع. عندنا هنا باريزه خدمه للتسريحه اللي موجوده هنا، لان في تسريحه هتبقى موجوده هنا كده. تمام. فمكاني بالظبط كده التسريحه في مرايه، في باريزه خدمه للتسريحه. بعد كده لو كملنا عندنا كل كومود بيبقى عليه 2 باريستين، كل كومود عليه باريستين، السرير في النص، وعندنا كل كومود ليه باريستين. وبالتالي كده باقي عندنا مفتاح الشطر. تمام. وفي باريزه خدمه، ده مفتاح الشطر اللي بنخرجه، وفي باريزه خدمه هنا. يعتبر احنا كده بنشرح ازاي بنأسس كهرباء في غرفه ماستر. تمام. ده مفتاح الشطر، وعندنا المخرج بتاع الشطر موجود هنا اهو. تمام. وده مفتاح الشطر بعد 15 سم من بدايه الشباك عشان الستاره. وفي عندنا باريزه خدمه هنا، لان احنا ننتبه للنقطه دي لان في ناس كتيره جدا بتنسى موضوع الستاره ده. تمام. يبقى احنا كده شرحنا سريعا ان احنا عندنا الكهرباء بتاعتنا بتبقى في عندنا الاناره الرئيسيه. ما ننساش ان مخرج الجبسون بورد لازم يعدي
30 سم في السقف، لان ده برضو حاجه من ضمن الحاجات اللي بتتنسي، عشان لو في بيت نور معدي على الجوانب تمام، يبقى الخرطومين بتوع الجبسون بورد داخلين جوه الجبسون بورد. لو خرجنا من غرفه الماستر تمام ورحنا للحمام الرئيسي، عندنا الحمام الرئيسي طبعا معزول وخلصان سباكه وكبسنا خلاص تمام، كل امورنا تمام. عندنا طبعا ككهرباء حمام عندنا اناره رئيسيه تمام، اناره رئيسيه بكشاف طوارئ، عندنا مخرج السخان، عندنا مخرج الليد بتاع الرخامه، عندنا مخرجين هنا موتور وشفاط تمام. عندنا الحوض في المنطقه دي ونحط له البريزه بتاعته حره برضه عشان السيراميك. عندنا مخرج المرايه موجود، عندنا مخارج التجاويف اللي في الشاور موجوده تمام، وعشان في هنا تجاويف ابتدينا ان احنا نمشي الشاور بالشكل ده. وسنتر الشاور هو سنتر الخلاط، هو سنتر الصرف بتاع الشاور تمام. يبقى عندنا دلوقتي عرفنا ان الحمام بتاسس له الناره الرئيسيه، بتاسس له مخرج سخان، مخرج تجاويف، باريزه حوض، مخرج مرايه، مخرج شفاط، مخرج موتور. كل الكلام ده لازم يتاسس دلوقتي ونراجعه عشان ما ننساش حاجه تمام. طبعا السباكه متاسسه، طبعا قاعده الدفن طبعا حاطين لها طبعا احنا التغذيه بتاعتنا، وبنحط الشطاف السخن والبارد، وبنحط طبعا محبس رئيسي للدخله بتاعت الميه، وبنحط محبس ثاني خزان الدفن. طبعا عازلين سمارت. ودخلنا برضو هنا تمام، عندنا في هنا غرفه الاطفال تمام. غرفه الاطفال برضو الكهرباء بتاعتها خلصانه مفيش فيها اي مشكله. وعندنا في هنا برضو الشاشه موجوده في المنطقه دي، وعندنا في سرير موجود في مكان التكييف تمام. في معظم الناس بتقول لك ما ينفعش نحط التكييف فوق السرير، لا ينفع طبعا، عشان التكييف لما بيطلع هواء هيطلع هواء بعيد عن السرير، مش هيطلع هواء على السرير على طول تمام. ودي البرستين الخدمه بتوع الكومود، وبالتالي احنا لسه بنأسس في صرف التكييف اهو تمام. لو كملنا بعد كده تمام، الغرفه اللي بعد كده هندخل على غرفه الاطفال. ثانيه واحده يا هندسه، يا رجاله على اذنكم. لو دخلنا هنا في الغرفه اخر غرفه اطفال برضو تمام، غرفه اطفال غرفه اطفال. لو دخلنا في غرفه الاطفال برضو عندنا برضو اناره رئيسيه هنا تمام، بنفس الشكل بنفس دخول الجبسون بورد فوق. عندنا هنا كومود عليه برستين، عندنا هنا السرير هيكون في المنطقه دي، وبالتالي انا قدامي الشاشه هناك تمام. قدرنا ان احنا نحط هنا نسيب مساحه للباب كبيره، ونحط هنا الدولاب عشان المخرج بتاعه. ما حطيناش الدولاب زي ما بنقول دايما بيكون يمين الباب اضطراريا لتوزيع الغرفه تمام. في عندي هنا بريزه خدمه برده للمنطقه اللي هنا، المنطقه هنا كده هيكون في مكتب تمام او تسريحه، في بريزه خدمه ليها تمام. لو كملنا بعد كده وخرجنا من غرفه الاطفال، طلعنا في الجزء اللي هو اللي احنا برده اقترحناه على العميل وعملنا التصميم بتاعه. احنا طبعا اقترحنا على العميل كل الكلام ده، وابتدينا ان احنا نطلع التصميم، واكيد دلوقتي وانا بتكلم شايفين التصميم معاكم. المطبخ مفتوح على الليفينج، مفتوح على الفيو الجميل اللي ورا ده، وبالتالي ان شاء الله باذن الله تابعونا ان شاء الله باذن الله بكل المراحل، وشوفوا معانا مراحل تطور الشقه، وان شاء الله ازاي هتوصل للتصميم في النهايه ان شاء الله مرحله مرحله. وانتم عارفين ان احنا بننزل 4-5 مراحل لحد ما نوصل في نهايه التشطيب باذن الله. كل قنوات السوشيال ميديا بتاعتنا بننزل عليها مراحل الشغل، وبننزل عليها برضو معلومات مفيده في التشطيب تمام. تابعونا دايما باستمرار.